ألبسة ائتلاف الأهلي للحفاظ على الدرع، جلسة لرفع الروح المعنوية للفريق حتى نهاية الدوري. أهرام المسائي تجهيز متعب لقمة 29 يونيو. الأخبار: الأهلي يخشى ذكريات الماضي المؤلمة ويؤدي تدريبه الأخير استعدادا لإمبي. روزا اليوسف: الأهلي يعسكر اليوم لإمبي وجوزيه يناور بمتعب في الكرات العرضية. الأخبار: إمبي جاهز لمواجهة الأهلي بخطة جديدة. الجمهورية: استعداد مبكر للقمة الملتهبة، مسؤولية مشتركة للعسوي وزاهر وحمدي وإبراهيم وجوزيه والعميد. الأخبار: الخميس القادم لقاء موسع بحضور وزير الداخلية لبحث مصير القمة. الأهرام: الأهلي ينتظر قرار اتحاد الكرة لتحديد مصير شبابه. الرياضة السعودية: هجر السعودي ينافس الاتفاق على حسني. مصر اليوم: مرتجي جوزيه لم يتلقى عرضا لتدريب المنتخب الوطني. الخبر الأخير في المصري اليوم: المهندس خالد مرتجي بيقول جوزيه لم يتلقى عرضا لتدريب المنتخب الوطني. يعني امبارح يمكن أسعدني الحظ ان اتصلت بالمهندس خالد مرتجي وهو موجود حاليا في المكسيك وبيشرف على مجموعة من الافتتاح على فكرة النهارده مباراة البرازيل والدنمارك، وهو عنده الاشراف على هذه المجموعة في مدينة المكسيك، وما شاء الله واجهة محترمة جدا لمصر المهندس خالد مرتجي، وحاجة طيبة جدا. فأنا سألته على الموضوع اللي أثير من 48 سنة طبعا، لأنه من أحد أقرب الشخصيات لمستر مانويل يعني، والكلام اللي بيتقال ده كله. قال لي يا محمد ده تهريج، بنفس النص كده قال لي تهريج، ومانويل جوزيه باقي في النادي الأهلي، وطمن جمهور النادي الاهلي ان مانويل جوزيه باقي في النادي الاهلي. فيعني هو حتى كان مستاء جدا من الكلام اللي بيتقال ده كله، قال ان مستر مانويل عمره ما هيسيب النادي الاهلي بالسهوله دي او بالاسلوب اللي بيتقال في مصر، لان طبعا كده هو بيتابع على النت وبيتابع الاخبار كلها.